هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى نشوفكم على لا خير. السلام عليكم ورحمة يعلمها الله إلا وبركاته. الله؟ هل لك سر عند الله بينك؟ السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. بصوا بقى، انا النهارده هعمل حاجة بسيطة قوي. هعمل شوية رز، وهعمل لوبيا، وجنبها بانيه، وطبق المخلل، وطبق بتنجان، والحمد لله على كده. ماشي. مبدئيا كده انا كنت عايزة اتكلم معاكم في حاجة. انا بعمل الاكل في اي حلل عندي، تيفال او غيره اللي متاح عندي يعني. فدخلت لي اختي كده وقالت لي ايه، قالت لي مش شرط تجيبي الحلل، علشان الحلل يعني مش اللي هي يعني. تمام. فاولا انا بشكرك طبعا ان انت بتتكلمي يعني ومعايا وبتديني رايك، بس برضو في نفس الوقت ما ينفعش يعني ان انت تجرحي اللي قدامك او تتكلمي في حاجه زي كده، لان كل واحد حر وكل واحد ماشي على قده. وحاجه كمان، اللهم صل على سيدنا محمد، انا بعمل اكلي في حللي. انت حره، خدي طريقتي واعمليها في حللك انت، الحلل الفخمه اللي انت عايزاها. فطبعا انا بشكرك كمان مره ان انت دخلتي يعني وحبيتي تتكلمي معايا وتديني ارائك، بس كل واحد برضو ارجع واقول كل واحد ماشي على قده. فانا النهارده قلت، تعمدت ان انا اطلع طبعا واتكلم معاكم واقول لكم ان انا هعمل حاجه بسيطه و... واللي متاح في بيتنا نعمله. يعني كل يوم عايزين، فاللي متاح وموجود بنعمله. انا النهارده هعمل شويه رز، وهعمل اللوبيا، وعامله لها بصل اهي والشعريه، وهضرب الطماطم، وعندي نص كيلو بانيه انا متبلاه. هوريكم برضو انا متبلاه ازاي. فخليكم معايا بقى لحد ما نعمل الاكله البسيطه دي، ويا رب تعجبكم. للي برضو مبتدئين، انا مش بقول للناس اللي هي ما شاء الله بتعرف تعمل اكل، في ناس كتير ما شاء الله عليها. فانا بعمل للناس اللي لسه مبتدئه، يعني اللي ما بيعرفوش يعملوا الحاجات البسيطه دي. واستنوني بقى في الفيديوهات ان شاء الله الجديده، هعمل لكم حاجات حلوه قوي. بس انا حبيت النهارده اطلع بالحاجات البسيطه اللي عندي دي، وحبيت ان انا اصور برضو في الحلل اللي عندي دي، وعشان اقول كل واحد ماشي يعني على الحاجه اللي في بيته. يعني اللي متاح عندي انا بعمل فيه. انا مش شرط اللي انا اقول لزوجي لا انا عايزه ده وعايزه ده، لا ان شاء الله اما الحال يتيسر ان شاء الله نغير ونجيب. ادعوا لي بس ان انا انجح وربنا يوفقني، وان شاء الله كل يوم هيبقى فيه جديد يعني باذن الله. فانا حبيت بس ان انا اشارككم الكلام اللي اتقال لي، وانتوا قولوا لي ايه رايكم يعني. فخليكم معايا بقى، معلش اللي انا طولت عليكم. تابعوني بقى في قناتي اجمل لما في بيت العيله، و... وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب ان شاء الله فيديوهاتي تعجبكم. خليكم معايا. بصوا بقى، هي دي الحلل اللي عندي، هي دي الحلل اللي هي مش عاجباها. تمام. انا بس حبيت والله يعني اتكلم معاكم كده وانا شغاله في الحاجات البسيطه اللي انا هعملها النهارده. يعني اي حد يعني يعرف يعملها، بس انا بصراحه قلت يعني ايه، اخواتي حبايبي اطلع اتكلم معاهم واقول لهم انتوا رايكم ايه يعني في الكلام اللي بيتقال لي ده. اتمنى يعني ان شاء الله ان انا ربنا يقويني كده، يوفقني في اللي انا بعمله وييسر امري ان شاء الله. فانا المفروض ان الاكل ده طبعا بصراحه انا كنت مستعجله عشان اعمله سريعا كده، عشان يعني ولادي والكلام دوت. المفروض ان انا دلوقتي بحضر لهم الغدا بعد المدرسه. فانا حبيت بصراحه اطلع اتكلم معاكم. ادينا اهو حطينا البصله، هديها هفضل اقلب فيها كده لحد ما ايه. معلش بقى انا بصور وانا ماسكه بصور وانا ماسكه الموبايل،
وبعمل في نفس الوقت، يعني بعمل بايد وبصور بايد. انا عامله هنا بصلايه واحده لللوبيا، هديها تشويحه كده، وبعد كده هنزل باللوبيا، هفضل برضو اشوح فيها كده شويه، اقلب فيها شويه ان هي تاخد طعم البصله. وزي ما قلت لكم اللوبيا انا كنت حطاها نقعها في ميه بقالها شويه بتاع حوالي نص ساعه عشان تستوي معايا على طول. فخليكم معايا بقى لحد ما نشوف ايه واحده واحده هنعمل ايه. ندوق كده. انا جهزت الطماطم هصفيها واقلب البصله ان شاء الله في اللوبيا، واوريكم ان شاء الله الاكل هيطلع عامل ازاي. انا تعمدت ان انا اطلع النهارده عشان تدوني رايكم في الكلام اللي اتقال ده، وان شاء الله يعني ربنا يصلح الحال وييسره. وشكرا طبعا لاي حد طبعا بيخش يكلمني، سواء بيكلمني كلام مثلا يزعلني او كلام يفرحني. انا بشكركم بصراحه. ما تنسوش بقى تدعموني في قناتي اجمل لمه في بيت العيله. استنوا معايا بقى. بصوا البصله اهي ما شاء الله احمرت، واللوبيا انا كنت غسلاها ومصفياها. هنزل بقى اهو عليها كده، بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هفضل بقى ان شاء الله يفضل اقلب فيها شويه كده تاخد طعم البصله، وبرده تاخد شويه سوا، عشان انتوا عارفين اللوبيا بتاخد وقت كده يعني على النار. فهفضل اقلب فيها كده اهو ان شاء الله. اقلب فيها شويه وبعد كده احط لها صلصه الطماطم واشيلها على عين تانية وابدا اعمل الرز بقى. انا طبعا مش حابه ان انا اطول عليكم ولا حاجه، بس زي ما قلت لكم كنت حابه ان انا اطلع اتكلم معاكم واقول لكم على الاخت الفاضله اللي دخلت يعني اتكلمت معايا بسبب موضوع الحلل. قلت اعمل معاكم الاكله دي سريعا وفي نفس الوقت اتكلم معاكم. خليكم معايا بقى اما ايه افضل اقلب فيها شويه. بصوا البصله حمراء ولون اللوبيا جميل ازاي ما شاء الله. هديها كام تقليبه بقى واحط الطماطم ونرجع مع بعض واحنا بنعمل الرز. بصوا انا هنا حطيت زيت للرز ده هعمله معاكم. وهنا بصوا اللوبيا اهي حطيتها على النار، حطيت لها الطماطم وحطيت لها شويه ملح شويه فلفل اسمر واللي هي المرقه ماشي اهي. هنا بقى هعمل معاكم اهو الشعريه. بصوا المعلقه انا غسلاها اهو عشان محدش يقول لي انت عملتي بقى اللوبيا وحطيتيها في الشعريه، ما ينفعش. اهو هحمر بقى الشعريه وانا كنت غاسله الرز وان شاء الله هحط له الشوربه بس لما الشعريه تحمر وادي واحط الرز يتشوح معاه كده لمده دقيقتين، وبعد كده احط ان شاء الله الشوربه. مالها يعني الحلل دي؟ ما هي جميله وماشيه وشغاله والحمد لله والنعمه. اهم حاجه ان في حاجه سترانه وزي ما بيقولوا يعني في حته سترانه وفي حاجه برضو نعمل فيها نعمه من عند ربنا. انا بجد مستنيه رايكم، يعني انتوا قولوا لي ايه رايكم في الكلام ده. عفوا الكلام يعني اللي بيتقال لي يعني موضوع بصراحه انا زعلانه صراحه. يعني هي طبعا كلامها على دماغي الاخت اللي كلمتني، بس انا برضو زعلانه.
يعني كل واحد ماشي باللي عنده، والحمد لله نعمة. اهم حاجة الصحة بجد، الستر والصحة، الحمد لله اللهم لك الحمد، دول اهم حاجتين. وبعد كده خلاص بقى. وطبعا قبل كل ده رضا ربنا عننا، يعني اهم حاجة ربنا يبقى راضي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقني، وادعوني كده ان شاء الله، ادعولي ابقى حاجة كويسة عشان ابقى اجيب حاجة تعجبها. بصوا هسيبها ان شاء الله بقى لما تحمر، واحط الرز والشوربه. هحط الرز ان شاء الله اديله تشويحه مع الشعريه لما تحمر، واحط الشوربه. وتعالوا اوريكم احنا هنتبل البانيه ازاي. الشعريه احمرت اهو. احط لها الرز بقى ان شاء الله، واديله تشويحه معاه، واحط الشوربه، وارجع لكم وانا بتبل البانيه، واقول لكم التتبيله ايه بالظبط. بصوا بقى الرز انا غطيت عليه اهو ما شاء الله، يستوي كويس بقى ونطفي عليه. انا مغطيه عليه خالص. واللوبيا اهي خلاص ما شاء الله قربت اهي. تعالوا بقى اوريكم تتبيله البانيه عامله ازاي. بصوا انا هنا اهو طلعت نص كيلو بانيه كان عندي، وعندي صلصه الطماطم اللي انا كنت لسه عاملاها للوبيا، يعني خدت منها شويه تمام. وعندي هنا كوبايه دقيق الا ربع كوبايه الا ربع دقيق. وعندي هنا فلفل اسمر وكزبره وكمون، واللي هي مرقه ماجي دي، وشويه ملح تمام. وهنا بقى الفيجيتار اللي هو السايب اللي بيتباع عند اي عطار، جميل جدا ما شاء الله. بصوا بقى الخطوه دي، نحط كده الدقيق اهو ماشي، واقلبه بقى كويس اهو. بصوا اهو، هتخلطوا الدقيق جوه الفيجيتار السايب ده كويس اهو كده، هو جاهز تمام. هنا بقى هنعمل ايه الخطوه التانية. البانيه هغسله تاني. انا كنت غسلاه، يعني انا بغسل الحاجه وبسلفنها كده بالاسترتش دوت، احطه في اطباق واسلفن الحاجه واشيلها. هغسله تاني، يعني اديله شطفه تاني كده واسيبه يتصفى. وبعد كده ايه، احط عليه التوابل والصلصه دي، يقعد حوالي نص ساعه كده، ونرجع مع بعض تاني نشوف بقى لما نيجي نحضره يعني ونقليه في الزيت هيبقى عامل ازاي. خليكم معايا. بصوا الخطوه بتاعت البانيه دي مهمه قوي. لو لقيتوا البانيه مش مفروض كده وفي زي كلاكيع او كده، ان هو في تخانه كده تمام، هتعملوا ايه بقى باي حاجه عندك يعني. بصي بططي كده خبطات بسيطه بس اهو كده. هتلاقوها ما شاء الله اتبططت. بصوا بتبقى عامله ازاي، تتفرد وتبقى جميله. بصوا انا عامه بحب البانيه يبقى مفرود. انا عملت البانيه كله، بس انا قلت ايه اوريكم برضو الخطوه دي، لان هو كان جاي لي قطعه البانيه فيها تخانه كده مش مفروده اهي. بصوا ان شاء الله. خليكم معايا بقى الخطوه اللي بعد. بصوا توابل اهي نزلها كده. استنوا خليكم معايا كده. اهي قلبوها كويس كده. عايزه اقول لكم والله في الاخر هيعجبكم خالص، هيطلع جميل. حاجات بسيطه بتكه بسيطه. بصوا والله العظيم هيطلع حكايه. بس انتوا جربوه بالطريقه دي، ولو جربتوه وعجبكم قولوا لي ايه رايكم ماشي. البانيه سيبته يتصفى اهو. هحط بقى البانيه كله في التتبيله وارجع لكم. بصوا انا هنا ايه حطيته اهو في التتبيله، وحطيت له اللي هو الاسترتش بتاع الاكل يعني اهو.
فلفلته كويس. لو ما عندكيش حطي كيس اي حاجه، المهم ان انت تسيبيه لمده نص ساعه كده ولا حاجه، ان هو ايه يشرب التتبيله كويس. تعالوا بقى نشوف الرز اتعمل هو واللوبيا. بصوا ما شاء الله طلع جميل. بصوا الفلفل اهو ما شاء الله اهو. بصوا انا لسه طافيه عليه والله دلوقتي اهو. بصوا عامل ازاي ان شاء الله. انا مبحبش اقلب فيه كتير، بس انا قلت ايه اوريهولكوا يعني وانا لسه طافيه عليه. واللوبيا اهي خلاص انا طفيت عليها. نغرف بقى مع بعض الاكل ونشوف هيبقى عامل ازاي، وهقلي معاكم البانيه. بصوا هنا اهو. بصوا انا هنا سبت التتبيله اهو نص ساعه اهو. هدخلها هنا. بصوا انا هنا حاطه ميه، هدخلها هنا في الفيجيتار، وبعد كده ارجعها الميه، وبعد الميه ارجعها تاني، وبعد كده على الزيت. تعالوا نعمل واحده كده. انا بصراحه مش عارفه اعمل عشان الموبايل ماسكاه طبعا وانا بصور وشغاله بايد واحده، فانا هعمل لكم واحده واتبله كله ونرجع مع بعض تاني. اهو نزلها كده وارجعها تاني اهو. بصوا نزلتها في الميه وبعد كده رجعتها في الفيجيتار تاني اهو. هخلص بقى التتبيله كلها يعني، هحطهم كلهم في الفيجيتار زي ما قلت لكم، ارجعهم الميه واخلصوا ونرجع مع بعض واحنا بنقلي. بصوا انا حاطه الزيت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا البانيه انا ما شاء الله يعني تبلت منه شويه لاولادي، والباقي سبته يعني اللي يحتاج بقى هعمله. استنوا بقى ايه ان شاء الله خلصوا في الزيت واطلعه واوريكم ان شاء الله الاكل في الاخر عامل ازاي. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتشوفوا بقى اكلي عجبكم ولا لا، والحلل اللي انا بعمل فيها عجبتكم ولا لا. خليكم معايا. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، لونه جميل ما شاء الله. بصوا انا اسفه طبعا لو بطول عليكم، بس انا حبيت والله يعني اعمل معاكم الفيديو ده النهارده من البدايه للنهايه. اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم، الاكل عجبكم ولا لا. هو طبعا حاجه بسيطه بس الحمد لله نعمه الحمد لله، اللهم لك الحمد. خليكم معايا بقى لحد ما اخلصه واحضر الاكل، وشوفوا في الاخر الاكل هيبقى طالع عامل ازاي. بصوا بقى انا غرفت الاكل اهو. قولوا لي ايه رايكم. بصوا حاجه بسيطه وجميله، شكل وطعم وريحه وكل حاجه، والله العظيم الاكل طلع تحفه. قولوا لي بقى، ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم، الاكل عجبكم ولا لا. بصوا البتنجان ده اللي هو كنت انا عاملاه بالهريسه، اللي هي الهريسه اللي هي الحمراء، الشطه الحمراء. كنت عاملاها لكم في فيديو. دي اهي بتنجان اهو انا كنت متبلاه، واللوبيا اهي ما شاء الله جميله جميله ما شاء الله. وادي البانيه ما شاء الله برضو ما شاء الله عليه. لو عايزه تعملي البانيه السمك اعلى من كده، يعني الطبقه بتاعته تكون اتخن من كده مثلا، هتحطيه في الميه وتطلعيه تاني كذا مره، تحطيه في الفيجيتار وتطلعيه وتحطيه في الميه، تحطيه في الفيجيتار كده، وهكذا حسب ما انت عايزه يعني.
حسب الطبقه اللي انت عايزاه. انا عندي ولادي بيحبوا الطبقه تبقى مليانه كده. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. اشتركوا في قناتي اجمل لمه في بيت العيله. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.